بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في غزة. يا رب انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أطفالهم واحمي نساءهم وآمنهم في أوطانهم. اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم قوي شوكتهم. اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم عليك بمن طغى وتجبر. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا في الفيديو ده يا إخوانا، أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني إيه في الفيديو ده يا إخوانا هنتكلم آه عن موضوع إن أنا لو هشتري أرض صحراوية بشكل عام كده، إيه اللي أهتم بيه. أحاول في فيديو واحد إيه نركز في الإيه، في العناصر الأساسية اللي ممكن الواحد يحتاجها. أول حاجة، أول حاجة تهتم بيها، هو مش هينفع تهتم بحاجة وتسيب حاجة، هيبقى كذا عنصر مع بعض كده. بس أول حاجة اهتم بيها، اهتم بموضوع الإيه، الوضع القانوني للأرض، عشان ما تلبسش في الحيط في الآخر يعني. الوضع القانوني في الأرض إن هي تكون أرض مع مثلا لها يعني صفة قانونية في الدولة، ده شيء أفضل يعني. ولكن يعني اتأكد بقى من الإيه، من المشاكل الموجودة في الإيه، في الموضوع الورق ده. بمعنى إن مثلا لو أنت بتشتري في أي مكان في الوادي الجديد أو في غيره، إن أنت تشوف الأرض دي تابعة لأي جهة، وتتأكد إن الأرض اللي في العقود اللي المالك هيوريها لحضرتك هي الأرض اللي أنتوا بتتكلموا عليها، من غير من خلال إن أنت ترفع إحداثيات الأرض وتشوف هي اللي موجودة في العقود ولا لأ. وبعد كده تطلع تسأل على الأرض دي، تسأل على الأرض ديت، أو مثلا الراجل اللي بيبيع لو صادق هيبين لك بعض الأمور اللي أنت هتسأله عنها. تسأل الأرض ديت إيه المديونيات اللي عليها، وإيه القيمة مثلا لو بتدفع إيجارات إيه القيمة الإيجارية لها، وبتدفع الإيجارات ديت من إمتى، وهو دفع قد إيه منها، عشان في الآخر ما تبقاش دي مديونيات على الأرض. فأنت موضوع المديونيات ده تخلي بالك، لأن ممكن هتلاقي فدان مثلا كل فدان عليه مثلا إيه، من 7000 من 5000 ل10000 ل15000. فأنت لازم تاخد بالك عشان ما تلبسش في الحيط في الحتة ديت يعني. وانت حتى لو قلت ان انت يعني هتستلم معلكش هذه المديونيات وانها تخص البيئة، تتأكد ان هو دفعها، لان هو الموضوع مش بالكلام ولا بالبق، لان في الاخر هتبقى هي حاجات مستحقة للدولة. فهي في النهاية لازم ايه تتأكد من النقطة ديت، عشان ما ت- ايه ما ت- يعني ايه ما تبقاش ملزم بحاجات، او الارض تكون ملزمة بحاجات اكبر من طاقتك يعني. وفي الحالة ديت برضو ننصح بإيه، إن أنت ما تشتريش أرض في ملف إيه كبير برضو، على أساس إن هي في النهاية الأراضي ديت أنت لما بتشتري مش بتشتري يعني عملية بيع صرفة، لا ده هو أصلا ده يمتلك الأرض، فهو مش ما يحقش له إن هو يبيعها عليك. وكمان في العقود بيبقى أصلا ممنوع بيع الأرض دي. هو ممكن يدخلك معاه في الشركة، يتنازل لك عن حصة في الشركة، انما هي مش عمليه بيع بحته يعني. فانت ايه لما هتخش في الشركه، لو مساحه الارض كبيره، لازم تاخد بالك ان الايه، من المديونيات هتكتر. ايوه ممكن يكون في عدد اكتر وكده، بس الموضوع هيبقى اكثر تعقيدا يعني. كل ما كان الملف بتاع الارض اللي بتشتري فيها اقل، كل ما كان افضل، لان هتبقى الامور ايه يعني محكمه اكتر يعني. آه، ولو انت حضرتك هتشتري مثلا ارض بالوضع اللي هو تقنين ولها اقساط وكده، زي ما كنا وضحنا على الجروب، ان احنا قلنا ان الواحد يكتب، هو مش هيبقى برضه عملية بيع وشراء، ان الواحد آه، هيكتب توكيل بالإدارة وبالبيع للنفس وللغير والتعامل مع كافة الجهات الحكومية، ويكون برضه توكيل يعني رسمي. لو في إمكانية يعني يبقى برضه يعني إيه، بعد كده يبقى لازم يبقى فيه برضه تنازل عن الأرض ديت، ويتكتب فيه إن هذا التنازل يعني إيه، يعني ملزم للورثة وما ينوب عنهم، عشان لا قدر الله لو حصل حالة وفاة للشخص اللي هو مفتوح باسمه الملف،
تكون انت ايه مأمن مسألة ان هو لا قدر الله النيابة الحزبية تحجر على ال على الأرض أو كده، وإن الورثة برضو ما يبقاش في نزاع عنها عليها يعني. آه، وفي ناس بتاخد يعني ايه بتحاول تضمن حقها برضو مع وضع اليد، او مش وضع اليد بقى، هو اللي هو المقنن اقصد، ان هو ايه بيبقى في ما بينهم يعني ايه، لو في طرف ثالث الاتنين بيأمنوه، ممكن وإنسان على يعني ثقة وأمين، ممكن يتكتب مثلا العقود، ويتكتب برضو في ناس بتكتب إيصالات أمانة وما شابه، بحيث إن هو ما يبقاش فيه تلاعب بعد تملك الأرض. وبعد تملك الأرض خلاص بتنفض العلاقة، وكل واحد إيه ياخد اللي يخصه والأمور إيه تمشي بشكل سليم يعني. ده بالنسبة، فأنت هتبص على الورق ووضع القانوني وتشوف الأرض ديت، الملف ده فيه عدد أفدنة قد إيه، والأرض ديت عليها منويات قد إيه، والقيمة الإيجارية بتاعتها قد إيه، وعشان تتملكها هتدفع قد ايه. الحاجات ديت الاسئله ديت لازم تكون يعني واضحه في ذهنك، ومن خلال العقود، مش من خلال الكلام من البائع، من خلال العقود. وتتاكد هتعمل طلب التمليك امتى لو هي ارض اللي هي ايجار بغرض التملك، لان لو النقطه ديت مش واضحه يبقى انت كده ايه الموضوع مش ماشي في سكه سليمه يعني. انا على المستوى الشخصي هو الناس مثلا يعني الواحد بيشوفها في الفرافرة والكلام من ده، بحس ان الدنيا مش واضحة، وان الناس في مشكلة كبيرة لازم تتحل يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يرزق اهل يعني الاختصاص او الناس يعني القائمين على الامر التفكير السليم في الموضوع ده، ويبقى في حل مثلا بين ان يبقى في مثلا تقنين للناس اللي على الارض بالفعل، زي ما كان القرار اللي هو نازل في اخر قريب يعني، ان الناس المستفيدين يقنن لهم بشكل مباشر، والامور تتلحلح، ويجي الناس تدفع والامور تمشي يعني في الاتجاه السليم، بدل ما الناس هي مش عارفه راسها من رجليها يعني. فاول حاجه عشان ما نستطردش في النقطه دي، انت هتبص للوضع القانوني واوراق الارض بالجزئيات اللي قلت عليها، من عدد الافدنه اللي في الملف، من القيمه الايجاريه، من الفلوس اللي هتدفع عشان تتملك الارض قد ايه، من امتى هتعمل طلب التمليك. ده بالنسبه للورق والوضع القانوني. طيب بالنسبه بقى للتربه، اجتهد ان انت تاخد تربه كويسه تبقى ايه حلوه معاك، يعني ايه تاخدها تشتغل فيها كويس. التربه اللي ناخدهم كده سريعا، عندنا التربه اللي هي الرمليه. التربه الرمليه كويسه وممتازه، بس هي اشكالها ان هي في بدايات العمل فيها هي فقيره جدا بالعناصر، واحتياجها المائي كبير، فهتحتاج ان انت تسمدها تسميد يعني عضوي بكلفه شويه وكل زرعه، بحيث ان هي تنقل معاك وتبقى ايه الزرع فيها كويس. وهي من ميزاتها انها مبيبقاش فيها نسبة ملوحة عالية، فممكن مع الشغل المظبوط وغسيل التربة بشكل سليم وتحليل التربة والعمل وفق تحاليل التربة والعمل بشكل علمي، ممكن من أول زرعة ربنا يكرمك وتاخد إيه إن شاء الله خير منها، حتى ولو قليل في أول زرعة يعني. بس هيمكنك يديك تشم نفسك كده، وتيجي في الزرعة اللي بعدها إن شاء الله الأمور تبقى أحسن، وهكذا لحد ما ربنا يمن عليك إن شاء الله. مثلا لو أنت زارع شوية نخل ولا حاجة يطرحهم، فتبقى انت ابتديت يعني ايه الامور تبقى كويسه معاك، وواحده واحده الامور تبقى ماشيه منضبطه. طول ما انت ماشي ان شاء الله باذن الله صح، ربنا هيكرمك باذن الله. فالتربه الرمليه كويسه، بس هي احتياجها المائي في الاول شديد، وبالذات في الصيف يعني. وكذلك احتياجها للتسميد العضوي والتسميد الخضري، حتى لو انت قدرت تفرم فيها حاجه، تحط حاجه في التربه، تعمل كومبوست على ايدك، تجيب اتبان او دريس ناشف مع دريس اخضر مع تسميد عضوي، وتعمل كومبوست. ولو بحثت على اليوتيوب هتلاقي حلقات عن كيفيه عمل كومبوست كويس للتربه. لو عملت الحاجات ديت وغذيت التربه كويس، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتمسك ميه، فهتحل مشكله الميه يعني بعض الشيء. وفي نفس الوقت هي مع مرور الوقت بيتغير قوامها وبتتحسن معاك، وان شاء الله ايه تاخد منها ايه زرع كويس باذن الله. التربه الطفليه هي لابد من مصارف فيها من البدايه عشان تشتغل صح، ولابد من غسيلها بشكل سليم، والتحليل قبل الغسيل وبعد الغسيل، لان هي تربه فيها نسبه ملوحه عاليه، وبتحتاج ان انت تحللها الاول. لو ما فيش كربونات كالسيوم، هتحط جبس زراعي على وش التربه بالكميه اللي تناسب درجه الملوحه، وتحرثها في الارض كويس، وتبتدي تغمر الارض وتخلي ميه تقف فوق الارض حوالي مثلا
10 سنتي ولا حاجة، وتصرفها صرف سطحي، وبعد كده تقفل الجسور بتاعتك كويس، وبعد كده توقف فيها مية على ارتفاع مثلا 10 20 سنتي، وتكرر عملية توقيف المية ديت بحيث إن أنت إيه الأرض تصرف المية ديت من غير صرف سطحي، تصرفها في بطنها، تبعد الأملاح عن منطقة انتشار الجذور. وفي نفس الوقت المصارف بتشد الإيه بتشد التربة، وبتشد الأرض يعني، وبتحسن التربة، يبقى كل رية الأرض بتحسن إيه معاك. وحاول المصارف ما تبقاش المسافة ما بينها وما بين بعض بعيد، يعني خلي الحوض مثلا 20 متر ولا حاجة، بحيث إن يعني يبقى فيه صرف يعني من هنا ومن هنا. ولو فيه هي يعني تدرج وكده، الأصح إن يبقى برضو الأذناب نفسها فيها مصارف، وديل الإيه الأرض فيها مصارف في الغمر يعني. وفي نفس الوقت أنت هتضطر تشتغل فيها غمر في الأول، ما أعتقدش إن الرش هيفلح فيها من البداية التربة الطفلية ديت يعني. فالتربة الطفلية من غير غسيل كويس ومن غير مصارف، برضه مش هتقدر تاخد منها زرع في الأول كويس. نعم ممكن هتبقى حالات نادرة إن الأرض تستجيب وتاخد معاك يعني وتجيب زرع وكده، بس مع مرور الوقت هتطبل منك لو مفيش إيه مفيش مصارف. وبرضه تختار الزراعات في الأول زي الشعير وكده، بحيث إن هي تتحمل درجات الملوحة شوية، والذرة الرفيعة في الصيف برضه لأنهم بيتحملوا درجات الملوحة في أول سنة. وما تستعجلش لأن الأرض دي من صفاتها إنها بتتمدد وبتنفش وبتنفخ، فما تستعجلش في زراعة الحاجات اللي هي المعمرة زي البرسيم، أو أو مثلا اللي هو الإيه النعناع، مثلا لو هتزرع نعناع بلدي أو فلفلي فيها يعني. إيه تاني يا ربي؟ فكده دي التربة الطفلية. عندنا التربة اللي هي المختلطة، أنا بعتبرها تربة جميلة، حاجة وسط كده ما بين الاتنين، بس برضه بتحتاج مصارف وبتنفخ برضه بعض الوقت وتحتاج برضه تحلل وتغسل التربة كويس، وتمر بنفس المراحل اللي قلنا فيها عن التربة الطفلية لو عايز تشتغل صح يعني. وبإذن الله تبقى هي كويسة، تبقى ماسكة العصاية من النص في موضوع الصرف وموضوع الاحتياج المائي ما بين التربة الرملية والتربة الطفلية. بس هي برضه في البداية من اللي الواحد بيلاحظه برضه ممكن تكون محتاجة غمر في الأول شوية، على أساس إن هي بتبقى برضه فيها نسبة ملوحة، وبتمشي برضه في الإيه في الأشجار والنخيل وكده. بس في كلتا الحالات لو طفلية أو مختلطة، لما أنت بتزرع نخيل أو شجر، يفضل إن أنت تجيب يعني رملة وتخلطها مع جزء من التربة اللي هي الطبقة اللي هي الكويسة المختلطة، لأن مش كلها بتبقى مختلطة، ده هي بتبقى طالبة 70 80 سنتي، والباقي بيبقى إيه طفلة بعد كده. آه، فانت تاخد جزء من التربه المختلطه ديت مع الرمله، تزود نسبه الرمله فيه. وكذلك الطفله، لو حطيت نسبه بسيطه من الطفله مع جزء كبير من الرمله، او تحط رمله صرف. هي الفكره ان يبقى الصرف جيد في الجوره، بحيث ان ما يحصلش اعفان اعفان جذور وانت بتزرع. طبعا انا العالم الكلام عمال يستطردني، يعني هتمشي بشويه اجراءات كده بحيث ان انت برضو الدنيا تبقى ماشيه كويسه معاك، ما يحصلش مثلا عفان جذور ومواد كتير من الفسائل والشتلات يعني. فانت هتبص لنوع التربه، اختار تربه ايه يعني شوف انت امكانياتك ايه. لو تشتغل ري حديث وعندك امكانيه ان انت تصبر على التربه الرمليه، لانها ساعات بتبقى جوه شويه او في اماكن بعيده شويه، خد تربه رمليه، خصوصا لو مساحه كبيره وكده، ان شاء الله ربنا هيرضيك منها اسرع من انواع الترب الاخرى لو اشتغلت صح يعني. يليها التربة المختلطة. وهحاول أنا من أرض الواقع نبقى نصور زي ما أخ طلب مني قبل كده أنواع التربة ديت ونوضحها للناس يعني. فأنت تختار تربة كويسة ووضع قانوني كويس، ده بداية الإيه الدنيا كويس. طيب بالنسبة بقى للمية والبنية التحتية اللي في المكان، لو أنت هتأسس على إيدك خير وبركة، اشتغل بير أعماق واعمل أحسن حاجة ممكنة، عشان ديت الحاجة اللي هتشتغل بيها، وربنا إيه هيكرمك مع الوقت وأنت شغال، ما يحصلش مشاكل وأنت شغال، وتبقى العمليات الزراعية ماشية بشكل سليم. طيب لو انا هشتري من حد، لا انتبه بقى هنا وخليك لماح وذكي. ولو انت ما عندكش الخبرة شوف حد، بس انت ممكن بحاجات بسيطة كده امشي شوف الزرع اللي في الايه اللي في المكان، شوف نسبة كام الفدان ده بيروي كام فدان، في البير ده بيروي كام فدان في اليوم، وبناء عليه هتحدد امكانيات البير يعني ما شاء الله مثلا لو بير بيروي له في اليوم مثلا 10 فدادين ولا حاجه، ده ممتاز يعني ايه. او تشوف البير بيروي الفدان في كام ساعه، عطل نفسك وشوف البير ده بيروي الفدان في كام ساعه. يا سيدي بلاش الفدان، اقف شوفه بيروي 8 قراريط في قد ايه، او بيروي نص فدان في قد ايه.
او بيروي فدان في قد ايه، ايا كان المساحه، شوفوا بيروهم قد ايه، وحط في دماغك الفدان هياخد وقت قد ايه. لو الفدان هياخد اكتر من ساعه ونص، يا اخي هنوصل على نفسنا يا مولا ونقول ساعتين. لو بياخد اكتر من ساعتين في الري الغمر، اعرف ان البير ده كده ايه، هيبقى مزعج معاك، والدنيا هتبقى مش ماشيه ايه، منضبطه يعني. وبص تلاقي مساحه الزراعات فيه قليله بشكل عام يعني. وانت واقف في المكان، هقول لك حاجه حلوه اهوت، لو انت واقف في المكان خد مثلا، ابعت لنفسك لوكيشن الارض اللي انت فيها ديت، وبعد كده ادخل على جوجل ماب، وخش على مود الساتلايت، وشوف الزراعات في المكان ده نفسه ايه الدنيا. انت هتفهم نسبة الزراعات من المساحة، من الايه المساحة بتبان في مود الساتلايت ده، نسبة الخضار اللي في المكان يعني. الشاهد في الامر ان انت عشان تعرف الميه كويسه، هتشوف المحبس برضو، المحبس مليان ولا الميه بتطلع مثلا وفي جزء فراغ في المحبس، مثلا ربعه فاضي، ربع ده فاضي، ولا النص فاضي، بناء ولا هو مليان، الميه ماليه المحبس كله. دي تقدر تحكم على الميه ايه بتاعتها، اندفاع الميه، وما شاء الله يعني بتاتي بشكل يعني حادر وقوي وكده. فده معناه ان الميه بتاعت البير كويسه، والطاقه اللي في المكان كويس. شوف قدرات الطاقه وقدرات المولد، وشبكات الري الدنيا كويسة ولا لأ، فيها مقصر كتير ولا لأ. بالأمور دي تقدر تعرف المية في المكان دي كويسة ولا لأ. وكل مكان وش المية اسأل على وش المية، كل مكان وش المية قريب، كل ده مكان أدعى على المدى البعيد إن هو كويس. لو البير محفور، لو قدرت تعرف البير ده محفور على قد إيه بالظبط، وربنا يرزقك بناس صادقين ويقولوا لك اتحفر بقد إيه، في قد إيه يعني، عمق قد إيه. وإن كان الكلام ده صعب يعني، أنت خلي حكم إن هو تعرف الفدان بيتروي في قد إيه ده، يعني حاجة إيه تقيس بيها لموضوع جودة المية في المكان. وطبعا إيه المية دي تحللها لو أنت بتشتغل صح، أو تشرب منها مثلا لو هي مقبولة للشرب بشكل كويس، والزرع قدام عينك كويس، والدنيا كويسة إن شاء الله، يبقى المية كويسة يعني من ناحية الجودة يعني. من ناحية الكمية هتعرف الفدان بيتروي في قد إيه أو كده، وبناء عليه هتعرف إيه، تقدر تحدد المساحات اللي أنت لو خدت 10 فدان هعرف أزرع منهم كام فدان. وبناء عليه هتبقى عارف قدرة الإيه البير اللي معاك ده يعني. لو الدنيا كويسة، لو قدرت تزرع مثلا تلت المساحة في الصيف، ده شيء بتكلم على أمر. وإن كان أنا بقول كده لأن معظم الأهالي بيروحوا يشتروا أراضي يغمروها يعني. لو تزرع تلت المساحة في الصيف، يبقى إن شاء الله الدنيا مقبولة. وتيجي في الشتاء مثلا لو قدرت تزرع تلتين المساحة أو كل المساحة، يبقى شيء كويس. ولو يعني الدنيا بقى كويسة خالص، لو تقدر تزرع مثلا نص المساحة في الصيف وكل المساحة في الشتاء، ده يبقى شيء كويس. فيعني دي خطوط عامة. اتكلمنا عن الوضع القانوني، واتكلمنا عن عن التربة، واتكلمنا عن المية، وازاي نعرف الدنيا كويسة. من الحاجات المهمة برضو، شوف الناس على البير الموجودة، الشركاء اللي على البير دول، دي ناس جادة ومنظمين، ولا ناس مثلا لو حصل إصلاحات في البير بتبص تلاقيهم نايمين في الخط كده، والأمور بتحلني عبال ما يحلوا مشكلة. آه، يعني ربنا يصلح الأحوال. ربنا يصلح الاحوال. انا اعرف بير مثلا، يعني يمكن سبحان الله ربنا كده ايه يعني خلانا اتعلم في بير كده ايه كل كل السلبيات اللي ممكن تحصل يعني. البير مثلا بتبص تلاقي مثلا البطاريه بتاع المولد بايظه، فبدل ما يلموا مثلا ويخلصوا الموضوع وينجزوا، تبص تلاقيهم مثلا ايه ممكن عندهم صبر يقعدوا شويه يجيبوا حد يدور لهم الديزل ب 100 جنيه كل مره، لحد بقى ما حلني ايه يغيروا البطاريه. فده طبعا وضع مش يعني يبين لك ان المناخ مش مظبوط في المكان. الاصل ان يبقى فيه نظام، ويبقى فيه مثلا يعني عهده وصندوق مع ناس امناء وناس بتفهم وبتنجز، بحيث ان هو المشكله لما تحصل يعني ايه ان شاء الله ايه تكون بتتحل على الفور يعني. انما حليني بقى لما تحصل مشكله وبعد كده نلم وبعدين مش عارف نسال تلاقي الموضوع ايه ممكن يوصل ان الناس تتاذي يعني في زرعها يعني. فيعني اسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يا رب يصلح الحل الكل. واسال الله سبحانه وتعالى ان الكلام اللي الواحد بيقوله ده يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. ولو في حاجه يعني صواب فيها من عند الله عز وجل، لو في حاجه خطا هي من نفسي ومن الشيطان. واسال الله سبحانه وتعالى ان هو يرزقنا واياكم الاخلاص والصدق، ويبارك لنا في مالنا واهلنا وولدنا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا، ويعني دمتم بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.